الحمد لله بالجماهير الوداديه. يعني الترحاب اليوم اللي نالوا سي حكيم زياش، هذا الشيء بالنسبه للجمهور الودادي هذا الشيء من الطبيعي ومن المسلمات، لانه اعتادنا اي لاعب كي يجي للنادي، نادي الوداد الرياضي، كيجي كيلقى الترحاب وكيلقى الدعم وكيلقى المسانده. خصو غير يكون قد الدعم وقد المسانده، هذا هو الطبيعي في نادينا نادي الوداد. والجماهير مره اخرى كنشكر وكنحيي الوينيرز وكنحيي كل الجماهير المغربيه، وبطبيعه الحال كنحيي وكنشكر اللاعب الدولي المغربي سي حكيم زياش على الحمد لله التجاوب ديالو. اولا مع العرض، نبداو من الاول مع العرض اللي تقدم ليه من طرف نادي الوداد ورئيس النادي اللي بالاشاره حتى هو نشكروه سي هشام ائتمنا، لان العرض اليوم ملي سي حكيم زياش قبل العرض اكيد عرف بانه جاي الفريق كبير في ظل العروض اللي الكل ناقشناها على المستوى الخليجي وعلى المستوى الاوروبي. مرحبا به في الدار الكبيره اليوم، ترحاب عالمي اسطوري كبير، لا في المدرجات لا وسط الملعب. كيفاش دخل، كيفاش تبارك الله المدرجات اليوم كانت مملوءه عن اخرها، واضفت شمعه ديال هذا الاستقبال. يعني الحمد لله، وكنشكر الجمهور الطنجاوي اللي اليوم تا هو حاضر وحضر بقوه وزين معنا المدرجات ديال المركب محمد الخامس وحضر لهذا الاستقبال الاسطوري العالمي اللي غنقولوا نكررها، لان حكيم زياش اليوم نال استقبال عالمي ليس له مثيل. لاول مره يقام استقبال في هكذا مستويات بالنسبه لنا لاعب، لانه لاعب عالمي. شوف لاعب عالمي، لان اليوم هادو هما الانتدابات اللي بغينا، الدوري ديالنا والفرق ديالنا. اليوم ما نبقاوش نقلبوا على جيب 15 لعاب، جيب 15 لعاب، جيب لعاب واحد فهمتيني. تجيب لاعبين في مكامن الخصاص، ولكن نهار تقلب على تجيب الكم، اجيب الكيف. هذا هو الكيف، هو السي حكيم زياش. الى جاء اضافه على المستوى الكروي، اضافه على المستوى التسويقي، طبيعه الحال نادي الوداد الرياضي كيقدم اليوم واحد يعني وجه بالنسبه لهذا الموسم على مستوى الحمد لله كما قال السي ارمومن الحمد لله.